ازاي يعني؟ لا انا هسجل، لا انا هسجل ايه؟ لا انا هسجل واصور كده عشان انا اعرف ازاي انا اخد كيس سكر بتقول لي تاخد منتج عليه ب 100 جنيه. تعالى معايا كده اوريك اليافطه. لا ماليش دعوه باليافطه، لا انا هصورك انت عشان انت اللي بتتكلم معايا، انت اللي بتتكلم معايا دلوقتي. تمام يا فندم، اديني جاي معاك. بالله عليك باشا حاجه. لا والله العظيم هصورها، فاهم انت؟ وهقول ازاي يعني فتح الله بيقول تاخد منتج تاخد عليه منتجات ب 100 جنيه، ازاي يعني الكلام دوت؟ انا واخد كيس سكر تقول لي تاخد عليه منتج ب 100 جنيه ازاي؟ لا هو الكلام اللي اتقال لي اهو، الدنيا كلها بتقول لي تاخد منتج عليه 100 جنيه ازاي؟ عشان تحل مشكله ولا عشان انا جاي احل مشكلتي دلوقتي. تمام، ما هو عارف ان انا بتصور كده، بصور وبقول على الملأ كده ايوه منتج تقول لي تاخد عليه ب 100 جنيه. ايه سكر بره؟ ما هو مفيش سكر بره مع سلعه اساسيه. انا ازاي مع سلعه اساسيه؟ فين اليافطه اللي انت بتقول لي عليها عشان وبتقول لي وزاره التموين هي اللي قايلاها؟ فين يا فندم؟ ايه؟ دي ورقه مكتوبه بالايد يا ريس. دي مكتوبه بالايد. دي مكتوبه مكتوبه كمبيوتر، انتوا اللي كاتبينها. تمام؟ مش ده مش موضوع بسيط على ايه؟ لا مش بسيط بالنسبه لي، ما معيش اجيب حاجات ب 100 جنيه. محتاج سلعه. ما معيش اجيب بقى، انا جاي اخد على حاجه واحده، جاي اخد كيس سكر بتقول لي لا. ليه بقى؟ وصلني بقى ليه؟ حضرتك دلوقتي السكر بيتباع بره، بيتباع ب 50 جنيه. مفيش منه الكلام ده وصح. استاذ ده منع الاحتكار. لا صور عادي مش مشكله. مفيش كلام. انا ما احتكرش السوق، ولا انا جاي اخد كيس سكر لبيتي زي اي مواطن عادي. ايه؟ لا انا واخد كيس سكر بس. طيب بص يا استاذي، هي دي تعليمات. صورت يا استاذي خلاص؟ لا لسه. لا انا بسجل بس ايه الكلام اللي انت بتتكلم فيه. جاي معاك استاذ مصطفى. ده منع سجلني يا باشا. ده منع عن الاحتكار. انا ما بحتكرش السوق، انا جاي اخد سكر لقلب بيتي. انا راجل سواق ميكروباص. تمام؟ سلام وبركاته. انا راجل سواق ميكروباص. لا انا ما بقفلش، انا راجل سواق ميكروباص، راكن عربيتي بره عشان اجي اخد كيس سكر. تمام؟ الراجل بتاعك بيقول لي ما ينفعش تاخد كيس سكر. ليه؟